السلام عليكم العشران. غادي نشوفوا واحد القصة واقعية وفي نفس الوقت غريبة. هاد القصة كتعلق بواحد السارق في الولايات المتحدة الأمريكية. علاش اعتبرناها غريبة؟ حيت كانت عنده خطة مختلفة وكتثير الاستغراب، لأن هاد اللص هذا كان كيستهدف واحد الشركة معروفة ديال المأكولات الخفيفة اللي هي ماكدونالدز. هاد السارق كما قلنا انه ما كيسرق لا ابناك لا ديور لا محلات تجاريه. انا عرفت علاش غادي نتسائلوا فين كتجلى هاد الغرابه، لان معظم اللصوص كيطرطقوا القفوله ولا الشراجم. هاد اللص سماوه في ميريكان بلص السطح او ما يعرف بالروتمان. خلال هاد العمليات اللي قام بها من سنة 1997 إلى سنة 2000 استطاع أنه يسرق أكثر من 40 محل فرع ديال ماكدونالدز. والجميل في هذا السارق هو أنه كان كيدير واحد الثقب في السطح ديال المحلات ديال ماكدونالدز، وكياخذ وقته في دراسة المكان. واحد النهار كالمعتاد أثناء واحد العملية نزل من السطح وهو هاز معاه واحد البندقية في يديه. الموظفين كلهم تفاجئوا بهذا السارق الغريب اللي نزل من السطح، والنوافذ كلهم مغلوقين والبيبان كانوا كاملين مقفولين. خذا معاه المدير البلاصة ديال الفلوس ودخل باقي الموظفين للثلاجة ديال التبريد، وطلب منهم انهم يديو معاهم حوايج باش يدفاو باش ما يتجمدوش. رغم انه سارق ولكن كان لطيف وفي نفس الوقت دقيق في كل الخطوات ديالو. بالفعل ملي كيكمل عملية السطو هو اللي كيتصل كالمعتاد بالشرطة باش ينقذوا الناس اللي سد عليهم في ثلاجة التبريد. هاد السارق استطاع انه يخلق واحد الجدل كبير في الولايات المتحدة الامريكية بفعل الطريقة اللي كيسرق بها من السطح ديال المأكولات ديال ماكدونالدز، بحيث انه كان كيفاجئ في كل مرة الموظفين ديال ماكدونالدز. ولكن هاد السرقات اللي دامت حوالي 3 سنوات من 1997 الى سنة 2000 غتكون النهاية او اخر سرقة هي في 20 ماي 2000. كيف العادة أثناء هاد العملية غادي يدخل من السطح وغادي ينفذ السطو ديالو كالمعتاد، ولكن هاد المرة ارتكب خطأ اللي غنرجعوا له من بعد الخروج ديالو مباشرة لقى المكان كله محاط بالبوليس أو الشرطة من جميع الأماكن. حاول يهرب كيف العادة، ولكن شافوه في اللحظة اللي كان غادي يركب فيها في السيارة ديالو. حاصروه وحاول يهرب جهة الغابة، ولكن لسوء حظه حتى هي كانت محاطة بالشرطة. اضطر يسلم نفسه بدون مقاومة، لدرجة أنه أثناء تسليم نفسه داعب البوليس اللي جاي يشدو وقال له هاد المرة استطعتوا تقبضوا عليا. أكيد كتسألوا على الخطأ اللي دار هاد المرة. رجل السطح نسى ما سدش الثلاجة اللي كان محتاجز فيها الموظفين، وخرجوا الموظفين واتصلوا بالشرطة اللي حاصرت المكان في وقت وجيز. بعد القبض عليه وخلال التحقيق عرفوا الهوية ديالو والاسم ديالو اللي كان جيفري مانشستر ومن ولاية كاليفورنيا، وأنه كان ضابط عسكري كيمتلك مهارات خارقة. وكان أثناء إحدى العمليات العسكرية تم تنزيل الرتبة ديالو من جندي إلى جندي احتياط، وكانت الوحدة ديالو ضحات به لتفادي المسؤولية. هنا فسرت الشرطة سبب السرقات في كل الولايات المتحدة، لأن جيفري كان تيستغل وقت الفراغ ديالو
أثناء التنقلات العسكرية في تنفيذ العمليات ديالو. بعد المحاكمة تم الحكم عليه ب45 سنة سجنا نافذة. خلال السنوات الأربعة الأولى اللي مضاها جيفري داخل السجن كان سجين مثالي، كيحترم المسؤولين وكيحترم القوانين المعمول بها داخل السجن. في نفس الوقت كان جيفري كيخطط باش يهرب من السجن، وكان دائما وأثناء الاستراحة كيلاحظ أن واحد الشاحنة كتدخل السجن وكتدخل معها مستلزمات الحدادة الورشة اللي داخل السجن. هنا جاتو الفكرة باش يستغل هاد الشاحنة في الهروب ديالو. تواصل مع المسؤولين على السجن وطلب منهم يخليوه يخدم في هذيك الورشة. جيفري كان ذكي بزاف، استطاع يلاحظ ان التحت ديال الشاحنة كحل او اسود. هنا قرر يصاوب واحد اللوح اسود مشابه لتحت ديال الشاحنة، وبحكم انه كيشتغل في الورشة كان الامر سهل، غير مسألة وقت. بعد ما صاوب اللوح وجربه وتأكد انه مطابق للون ديال الشاحنة، انتظر الفرصة المواتية للهروب. نهار 15 يونيو 2004 كان الجو ممطر. قرر جيفري ينفذ الخطة ديالو، لأن المراقبين ما غاديش يقلبوا الشاحنة كيف العادة، لأن الشتا كانت كتصب بزاف. فعلا داكشي اللي دار جيفري، واستغل الانشغال ديال المراقبين وحط اللوح تحت الشاحنة بسرعة وطلع هو فوق اللوح. المراقبين قلبوا الشاحنة بسرعة وكان التقلاب ديالهم ماشي دقيق 100%، واستطاع جيفري ينجح في الهروب ديالو، وكان أول سجين كيقدر يهرب من سجن بروكلين. بعد مدة وجيزة المراقبين عرفوا باللي جيفري هرب، حاولوا يقلبوا عليه ويشدوه، ولكن جيفري اختفى تماما. قرر جيفري أنه يمشي لواحد البلدة كانت غير قريبة من السجن، وحيت البلدة قريبة بزاف من السجن الشرطة ما توقعاتش أن جيفري يتخبى فيها. جيفري تخبى في واحد المحل ديال الألعاب ديال الأطفال. لقات جيفري في المحل ألعاب ديال الأطفال واحد السدة بعيدة عن الأعين. ولات جيفري تيتخبى بالنهار وتيخرج بالليل تياخد الحاجيات ديالو من محل الألعاب، من مأكولات إلى غير ذلك. درس مزيان جيفري هذا المحل وغير أنظمة المراقبة، ولا تيعرف حتى أسماء الموظفين ووقتاش كيدخلوا ووقتاش كيخرجوا. بقى مستمر جيفري على هذه العملية مدة 4 أشهر، تيتخبع بالنهار وتيخرج بالليل بحال السجين، ولكن المكان حسن من السجن. استغل جيفري وجود واحد المبنى مهجور بجانب محل الألعاب، ودار واحد الثقب من محل الألعاب لذاك المبنى، ولا كيتخبى في ذاك المبنى وكيدخل المحل الألعاب باش ياخذ الحاجيات اليومية ديالو. بعد 4 أشهر قرر جيفري يغير الروتين ويخرج من المحل ويعرف الناس ديال البلدة. أول حاجة دارها جيفري غير المظهر ديالو، حسن وجهه وبدل الملامح ديالو، حاول ماشي 100% ولكني توقع واحد التغيير طفيف. بعد ما قرر جيفري يغير الروتين ويخرج ويتعرف على الناس، كان خاصو ضروري الفلوس. بالنسبة لجيفري أنسب مكان اللي نفذ فيه السطو ديالو هو المحل ديال الألعاب، وكالعادة نفذ الخطة ديالو وراقب الكاميرات وشاف باللي الموظفين كلهم حاضرين، وخرج وهددهم بالسلاح وخدا المدير وداه الخزينة وجبد منها الفلوس اللي محتاج. هم وجوههم كاملين وراء الحيط معتقدين أنه غادي يهرب
لشي بلاصة أخرى، ولكن في الحقيقة هو رجع غير البلاصة اللي كان مخبي فيها. كيف طلع جيفري المخبأ ديالو؟ الموظفين اتصلوا بالشرطة كيف العادة، قلبوا الأماكن كلها إلا المبنى اللي فيه جيفري. فعلا ما يقدرش طيح ليهم على البال. جيفري من بعد ما ولاو عندو الفلوس ولا كيخرج من المبنى ديالو ويتعرف على الناس ولا ياكل احسن طعام ودار اصدقاء جداد في البلده، وتعرف كذلك على القس ديال الكنيسه اللي ولا الصديق ديالو، وكذلك ولا كيعطيهم الالعاب يوميا للاطفال. ومن طبيعه الحال هاد الالعاب راه ما كانش كيشريها جيفري، راه كان كيسرقها من محل الالعاب. غير جيفري الاسم ديالو ولا الاسم ديالو اللي معروف فيه في البلده جون زوران، ولا محبوب من عند اهل البلده كلهم. خلال تلك الفترة تعرف جيفري على واحد المرأة وسط الكنيسة اسمها لي ويسكيت. تعرف عليها وعرض عليها أنه يخرجوا بجوج. قال لها بأنه عنده واحد الخدمة سرية مع المخابرات الأمريكية في وسط هاد البلدة. تا واحد في البلده ما شك باللي جيفري تيكذب وانه عنده مهمه مع المخابرات في هاد البلده. بقى جيفري مستمر على الكذبه ديالو مده من الزمن حتى سالوا ليه الفلوس اللي سرق من محل الالعاب. وكالعاده جيفري قرر يعاود يسرق، وانسب مكان بالنسبه ليه هو محل الالعاب. جيفري واثناء تنفيذ السطو ديالو هاد المره ما نفذش العمليه كما ينبغي وما حسبش عدد الموظفين. واحد الموظف من الموظفين كان بعيد على مكان السطو وشاف العمليه واتصل مباشره بالشرطه. هاد المره الشرطه عرفات باللي جيفري ما خرجش من باب المحل، اذا راه مازال في المحل. قلبوا المحل مزيان حتى اكتشفوا المخبأ السري. لحسن حظ جيفري انه ما كانش في المخبأ ديالو. بعد التحقيق واخذ البصمات وعينات ديال الحمض النووي ADN، اكتشفت الشرطه بانه المسؤول على هذه العمليات هو جيفري، او الملقب برجل السطح. قامت الشرطه بنشر الصور ديالو في جميع انحاء البلده اللي تعرفوا عليه بسهوله. اكتشفت الشرطه من الناس اللي ساكنين في ديك القريه ان جيفري عنده علاقه حب مع لي ويسكيت. مشات عندها الشرطه وعلماتها انها في علاقه حب مع شخص مطلوب للعداله. عطاوها الصور والادله اللي كتثبت ان جيفري من اخطر المجرمين في الولايات المتحده الامريكيه. اتفقوا معاها تنصب ليه كمين ودير معاه موعد غرامي باش يقدروا يشدوه. فعلا الصديقه ديالو قالت لهم راها عندها معاه موعد هاد الليله في المنزل ديالها. جيفري كان عارف باللي ان هاد البلده ما بقاتش صالحه ليه للهروب، وقرر انه يمشي يدوز الموعد الغرامي مع الصديقه ديالو. ولكن في هاد الموعد كان ناوي يقول لها باللي المخابرات كلفاتو بمهمه جديده وغادي يسافر البلده اخرى. جيفري رغم انه مجرم ولكن كان حب هاد البنت مزيان من قلبه وناوي يتزوج بها. وصل جيفري ودق الباب، ولكن تفاجأ باللي الشرطة هاد المرة هي اللي حلت له الباب. مني شدوه طلب منهم طلب، قال لهم خليوني نهضر مع لي. قال لها باللي راه كان كيحبها من قلبه وانه الماضي الاجرامي ديالو هو اللي منعه وما خلاش يبدا حياة جديدة معاها. لي بقات ساكتة وكتشوف فيه وكتحسر بدون ما تجاوبه. واحد القناة دارت معاها من بعد مقابلة وقالت لهم باللي هي ما كتكرهوش ولكن كتحس بالإحباط من جهته. على كل حال جيفري رجع للسجن بعد 7 أشهر من الحرية، ولكن هذه المرة تزادت بعض التهم منها السطو المسلح والهروب من السجن.
حكمات المحكمة على جيفري ب 47 سنة زائد ال4 سنوات اللي دوزها في السجن، وحولوه لسجن آخر محصن بزاف باش ما يلقاش يعاود يهرب. هنا كتسالى القصة ديالنا العشران. ما تنساوش ديروا لايك وابوني وبارطاجيو المقطع، ونتلاقاو في قصة جديدة تكون أكثر إثارة وتشويق.